اوقات كتير بتبقى قاعد كده في امان الله وتفتكر ان انت في حاجه ناسيها عايز تعدلها في البايوس، فتقوم جاي عامل ريستارت للجهاز، تفضل تدوس على زرار ديليت 100 مره لحد ما يفتح معاك. تعال النهارده بقى اعرفك كده طريقه سريعه تفتح بيها البايوس من وانت جوه الويندوز، بحيث ان انت يا دوب تدوس على الملف هو لوحده هيعمل ريستارت وهيفتح على البايوس على طول. تعال نشوف الموضوع ده. اللي انت هتعمله بكل بساطه ان انت هتيجي على الديسكتوب وتدوس كليك يمين، بعد كده نيو شورت كات، وتكتب الامر اللي هيتكتب قدامك ده بالظبط: شات داون مسافه سلاش ار مسافه سلاش اف دبليو مسافه سلاش تي مسافه سلاش 0 نيكست. سميه بقى زي ما انت عايز تسميه، هنسميه مثلا بايوس، اي اسم يعجبك. بعد كده نيكست. طبعا انت شايف ان شكل الملف مش حلو، فتعالى نغير الايكون بتاعته. هتدوس عليه يمين خصائص، بعد كده هتدوس على تغيير الايقونه ولنفرض دي مثلا. شكرا. كل اللي هتعمله ان انت هتدوس عليه دبل كليك، هيفتح لوحده على البايوس معاك. بعد ما بقى معانا الملف اللي احنا عملناه هندوس عليه يمين برضو في خصائص ادفانسد، بعد كده ران از ادمنستريتور. ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفك في التركه اللي جايه.